في ست التاريخ كله وقف عندها، مش بس عشان كانت ملكة، عشان كانت أذكى من كل ملوك الفترة دي وكمان أذكى من جيوشهم. هنتكلم النهاردة عن كليوباترا السبعة، آخر ملكة فرعونية حكمت مصر. حضر بقى كوباية الشاي وتعالى معايا في شخصية وحكاية. اتولدت كليوباترا سنة 69 قبل الميلاد من سلالة البطالمة ذات الأصل اليوناني، لكن المدهش في كليوباترا إنها كانت أول واحدة من العيلة بتاعها تتكلم اللغة المصرية القديمة، وحكمت الشعب وعاشت وسطهم، ما كانتش عايشة متكبرة أو عايشة فوق. كليوباترا كانت حاكمة عندها ذكاء سياسي كبير جدا، على عكس طبعا إنها امرأة، وطبعا إحنا المرأة ما بنثقش في نص كلامها، بس هي كانت ذكية. هو الصغير جه في وقت كان عايز ياخد منها الحكم. في الوقت ده راحت عملت اتفاقية مع أقوى راجل في روما في الوقت ده، وهو يوليوس قيصر. طب إيه الاتفاقية يا أبو حميد؟ الاتفاقية يا حبيبي إنها اتجوزته، وقدروا هما الاتنين إنهم يقضوا على أخوها. بعد موت يوليوس قيصر